منع حدث ثقافي من هذا الحجم لا يمكن أن يعبر إلا عن انغلاق أفق المخزن المغربي وإصراره على المضي في المسار المجهول الذي لا يؤدي في النهاية إلى خير. أعتقد جازما مع ما رأيناه من هجوم وإغارة للسلطات المخزنية على أروقة الطلبة وعلى معارضهم والنيل من أجهزتهم ومن ممتلكاتهم. أعتقد جازما أن هذا الأسلوب هو من البربرية ومن الوحشية ومن الهمجية التي لا تليق ولا تناسب بأي حال من الأحوال عصرنا ولا القرن الذي نعيش فيه. بهذا الأسلوب يؤكد المخزن المغربي على همجيته، يؤكد مرة أخرى وفي كل مرة يؤكد على مدى تدني الممارسة الأمنية وانحطاطها في تعاملها مع أطر المستقبل، مع الجيل الواعد في الغد. يتداعى إلى أسماعنا أنكم مدرسة في الصمود، أنكم مدرسة في الإباء، أنكم مدرسة في الشموخ في زمن الطأطأة والانحناء. أتينا كي نتشرب هذه المعاني، معاني عزت على أنفسنا في هذا الزمن الرديء، أن نقف صامدين صابرين مصابرين محتسبين، لا نريد إلا الله والدار الآخرة. هذه قيم وأخلاق فاضلة تحتاجها الأمة في هذه اللحظة. وطالبات، المجرم الأول فيما وقع بالأمس في القنيطرة وبما يقع من قمع لنضالات هذا الشعب الحر، المجرم الأول والوحيد هو المخزن. هذا المخزن، هذا الإجراء الاستبدادي التسلطي لا يمكن إلا أن يعكس عقلية متخلفة، عقلية استبدادية، عقلية مخزنية ضاربة جذورها في أرض التسلط والإلغاء لحق الآخر، وخاصة إذا كان هذا الآخر هم بناة المستقبل، هم أجيال المستقبل الذين يعول عليهم لبناء هذا الوطن، هذا الوطن الذي نسعى جاهدين أن نبنيه بسواعدنا، وكل من موقع يحاول أن يشارك في بناء هذا الوطن. وأهم هؤلاء الفاعلين هم الطلبة، هؤلاء الطلبة الذين يقمعون اليوم والذين يتعرضون للتسميم والذين يتعرضون بمختلف أنواع القمع. هناك عسكر الآن لكلية العلوم، هناك تهديد بالتدخل القمعي دون مراعاة لحق هؤلاء الطلبة النقابي الذي يقره القانون ويقره الدستور، حقهم في التجمع، حقهم في العمل، حقهم في التعلم والتعليم. تدفعهم إلى سلوكات لا تدري مآلاتها، ومع ذلك كان الطلبة عبروا عن وعيهم وعن نضجهم وعن إخبارهم للفعل الثقافي. لن تكون هذه التصرفات الصبيانية بين قوسين ولا مسؤولة داخل حرم جامعي لن تنقص من عزائمكم، لن توقف مساركم، لأن طريقكم واضح. واعتبرونا نحن في اتحاد العام طلاب الحر بالجزائر عمقكم وامتدادكم في أوطاننا وبقية هذه المنظمات، ما دامت لنا نفس الأفكار، ما دامت لنا نفس التصورات، ما دامت لنا نفس الغايات الكبرى. Mais je vous donne la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes très fort. Parce que si vous n'étiez pas fort, le pouvoir n'aurait pas utilisé la force ou les armes pour disperser votre manifestation. Mais vous avez comme seule arme la spiritualité, la foi, la détermination et votre action concrète sur le terrain. Nous vous encourageons à aller de l'avant parce que l'avenir vous appartient. Aujourd'hui, après ce
que cette activité est interdite parce que effectivement il y a un mouvement qui est très fort, un mouvement à qui l'avenir promet beaucoup de succès. ونقول لهؤلاء الظلمة ولهؤلاء المجرمين الذين يجرمون في حق الوطن أنكم لن تمروا على هذا الإطار العتيد، لن تمروا إلى مخططاتكم الهادمة، ولن تمروا إلى أن تقوضوا صرح هذا الوطن. فلا يصلح في الجامعة ولا يصلح للطالب إلا الحرية.